بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الأستاذ جنة صلاح الدين، أستاذ مساعد تخصص تاريخ وجغرافيا بالمدرسة العليا للأساتذة بورقلة. إذا في إطار يعني التكوين المعنى بالأساتذة الحديثي التوظيف، يعني تكوين قسنطينة جامعة ماتوري واحد. نحن بصدد إعداد فيديو هذا نشرح من خلاله يعني الدرس للطلبة. هذا الدرس مأخوذ من مقياس الذي قمت باختياره، وهو مقياس تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس. حاولت في هذا المقياس أن آخذ هذا الدرس، وبدوري حاولت أني أقوم بتقسيمه إلى فصلين. الآن سوف أعرض الفصل الأول. الفصل الأول هو يتعلق بالفتح الإسلامي في بلاد المغرب. إذا هذه خريطة عامة، يعني عندنا خريطة المشرق ثم خريطة بلاد المغرب وبلاد الأندلس، هذه يعني قبل الفتح. قائمة المحتويات: عندنا مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب التي امتدت من 28 للهجرة إلى 101 للهجرة. بدوري قسمتها إلى 3 مراحل. عندنا مرحلة الاستطلاع والاستكشاف، هذه كانت منذ سنة 23 للهجرة إلى 50 للهجرة. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الفتح الحقيقي، والتي كانت ما بين سنتي 50 للهجرة إلى 86 للهجرة. والمرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة التنظيم، والتي كانت ما بين 86 للهجرة إلى 101 للهجرة. ثم بعض التمارين التي نمنحها للطلبة. إذا كنت قدمت للطلبة يعني مصطلح أو المقصود بمصطلح بلاد المغرب من الناحية الاصطلاحية والجغرافية، وهذا الذي سوف نتطرق إلى حله في نهاية هذا الفصل. نتكلم الآن على مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب 28 للهجرة إلى 101 للهجرة. عندنا المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستطلاع والاستكشاف، يعني منذ سنة 23 للهجرة إلى 50 للهجرة. عندنا أول حملة قام بها عمر بن العاص، كان ذلك في سنة 23 للهجرة. قام بفتح مصر وبرقة وطرابلس، إلى أن أوقفه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم الحملة الثانية هي حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكانت في سنة 27 للهجرة. يعني كانت بعد وفاة الفاروق رضي الله عنه. في عهده وقعت معركة سبيط الشهيرة سنة 27 للهجرة. ثم الحملة الثالثة في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الاستطلاع والاستكشاف، وهي حملة معاوية بن حديش، كانت في سنة 45 للهجرة. تمكن الفاتح معاوية من دك حصون ومراكز البيزنطيين، فخضعت له كل من قابس وبنزرت وسوسة. المرحلة الثانية وهي مرحلة الفتح الحقيقي، والتي استهلها عقبة بن نافع، كان ذلك في سنة 50 للهجرة. استمرت 5 سنوات. فقام ببناء في هذه المرحلة ببناء مدينة القيروان. الحملة الثانية هي حملة أبو المهاجر دينار، وكانت في سنة 55 للهجرة. امتدت ولايته 7 سنوات. تمكن يعني من تأسيس مدينة تكروان. حاول أو قام بإخضاع بلاد المغرب الأوسط إلى غاية الضاحية الغربية بتلمسان. ثم الحملة الثالثة في هذه المرحلة هي مرحلة الفتح الحقيقي، وهي حملة عقبة بن نافع الثانية، كانت في سنة 68 من الهجرة. قام بتعيينه يزيد بن معاوية. عندها بلغ يعني بفتوحاته عقبة بن نافع إلى ما يعرف ببحر الظلمات. استشهد في تهوذا هو وأبو المهاجر الدينار رحمة الله عليه. إذا هذه خريطة توضح مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، يعني
من برقة إلى غاية بحر الظلمات كما هي موضحة أمامكم. أيضا الحملة الرابعة وهي حملة زهير بن قيس البلوي كانت في سنة 69 من الهجرة. بعد استشهاد كل من عقبة وأبو مهاجر الدينار عين زهير بن قيس البلوي، فالتقى بجيش كسيلة في موقع عتشلمس، أين دحر هذه القوات قوات كسيلة ومن معه من المتحالفين من البيزنطيين، إلا أنه استشهد في كمين نصبه له البيزنطيين. جاء بعده حسان ابن النعمان، كان ذلك في سنة 74 من الهجرة. اعتبره بعض المؤرخين بأنه هو الفاتح الحقيقي لبلاد المغرب، خاصة ما ميز فترة أو عصره ما ميز فترة عصره. قام بفتح قرطاجة سنة 74 من الهجرة، بنى مدينة تونس، أيضا بنى دار للصناعة، وضع النواة للمسجد الزيتونة، طارد الكاهنة وتمكن أيضا من قتلها، قضى على جميع مقاومات البربر الوثنيين، أقام الدواوين وضرب السكة، فرض الخراج على أهالي أفل. المرحلة الثانية أو الثالثة عفوا، وهي مرحلة التنظيم، والتي حددت ما بين سنتي 86 إلى 101 للهجرة. هذه المرحلة يعني ميزها موسى بن نصير، والتي بدأها بحملته سنة 86 للهجرة. دعم موسى المكاسب القديمة في المناطق التي كانت يعني هادئة ومفتوحة، كما قام بإرسال الحملة التي فتحت الأندلس. إذن هذا كل شيء عن الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. إذن عندنا خريطة أيضا توضح مراحل الفتح الإسلامي في بلاد المغرب، خاصة في عهد موسى بن نصير. نأتي الآن إلى حل التمارين. قلنا سمي ببلاد المغرب تمييزا له عن بلاد المشرق، ومن الناحية الجغرافية فهو يمتد من حوض الغربي للنهر النيل شرقا إلى بحر الظلمات غربا، ومن بحر الروم شمالا إلى بلاد السودان جنوبا. كان هذا كل شيء عن الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. الآن نأتي إلى الفصل الثاني، وهو الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس. إذن هاي أمامنا خريطة بلاد الأندلس. إذن دائما نستهلها بكويز أو تمارين مسبق، سوف نأتي على ذكره. إذن قائمة المحتويات: مراحل الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس من 91 للهجرة إلى 93 للهجرة. عندنا أيضا مر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى مشروع فتح الأندلس، المرحلة الثانية مرحلة الفتح الحقيقي وهي حملة طارق بن زياد سنة 92 للهجرة، المرحلة الثالثة وهي حملة موسى بن نصير منذ سنة 93 للهجرة. إذا التمارين يقول كالآتي: التمارين وهو يعتمد على اختيار إجابة من الإجابتين. حدد بدقة ما يلي: هل كلمة الأندلس أطلقها الإغريق أم شعوب القوط الغربي؟ 1. كلمة لاتينية وتعني فونداليزم. 2. مصطلح جرماني وتعني فوندالوسي ومعناه شعوب الهمج. ثانيا، مراحل الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس سنة 191 للهجرة 93 للهجرة. المرحلة الأولى عندنا مشروع فتح الأندلس، حملة طريف بن مالك. أمر الخليفة الأموي يعني الوليد بن عبد الملك القائد موسى بأن يقوم يعني بعملية جس النبض، وقام هذا الأخير بإرسال
حملة طريف